تتهد بقى خيالة امي. لا بنت زيك انتي تشتغلني انا؟ ده انا الحناوي، ده انا الملقب بالملك. تقوم بنت زيك انتي تشتغلني انا؟ يا استاذ حناوي، كل اللي حصل ده صدفه. انا لساني اللي عايز اقطعه ده. حورت تحويره كده، قلت سعر المتر هيوصل 900 جنيه وقدرت قادر اتحول لحقيقه. اعمل ايه؟ أأمن انا على كلامك ده. انت شايفاني بريالة يا بنت ولا ايه؟ مش عارفه بقى. بصي بقى يا ماما، الموضوع ده كله مترتب من الاول زي الفل، وانتي والناس اللي معاكي نيمتوني كده زي الشاطر، ورحت انا بايع لكم اللي ورايا واللي قدامي بتمن بخس، وانتوا بتشتركوا دلوقتي في القسمه كلها. وانت مش عايز تصدقني ليه؟ بتصدق امي بقى. بتزعقيلي يا بنت. انا مش قصدي يا باشا والله. ابوس ايدك ابوس ايدك ارحمني. بصي بقى، نهايه الحكايه دي كلها انك لازم تموتي، لانك مش مستوعبه حجم الكارثه اللي انت عملتيها فيا وفي الناس اللي ورايا، اللي لو عرفوا بس خبرك هيشربوا من دمك، بس انا اللي مانعهم عنك. مين دول كمان؟ شركاتي يا لهوي، اللي انضربوا على قفاهم معايا. ايه رايك بقى؟ التليفون بيرن. ده اكيد بقى ايه، شريكك الحبوب الحلو كده بيقولك تعالي يا حلوه عشان تاخدي نصيبك، صح؟ لا اصل انا ظابطه الالارم. الارم؟ اصل الساعه دلوقتي دقت 12، وده معناه عيد ميلاد حبيب قلبي وقمري وشمسي سلامه اللي انت عايز تحرمني منه. ممكن بعد اذنك ابعت له فويس اقول له هابي بيرثداي تو يو، او ممكن يعني تبعت حد من رجالتك يبعت له هديه على البيت. اصل الصراحه كنت عامله له سربرايز وانت بوظت كل حاجه. انا عارف طبعا ان انت لازم تكسبي ارضيه وتكسبي شويه وقت عشان تشوفي لك حجه شمال حلوه زيك كده تخلعي بيها من المأزق اللي انت فيه. انت على طول ظالمني كده يا باشا. انا عمري ما مشيت في الشمال ولا ليا فيه ولا بسكت عليه. يا لهوي يا لهوي على الكدب، ربنا يستر. تقولي يا بت؟ انا بقول يعني ربنا يعديها، اصلا دماغي ورمت يا باشا. الله اكبر الله اكبر، جت حاجه دلوقتي في دماغي. هو انا لو كنت طبخاها يعني زي ما انت بتقول اكيد يعني هكون اذكى من كده وهختفي وامشي، لكن مش هفضل في مكاني مستنياك تيجي تنتقم مني. ده اللي عامل لي خراج في دماغي، ده اللي عامل لي خراج في دماغي بقى. استفتي قلبك يا باشا، هقول لك ان البت اللي قدامك دي بريئه. خليني امشي واتكلم مع الراجل وهرجع لك ارضك. اطوعك؟ طوعني. طيب شيطانك بقى الجميل الحبوب اللذيذ ده وزك انك تعملي حاجه كده ولا كده، رقبتك هتطير وقتي. اتفقنا؟ اتفقنا. ممكن بقى اكلم سلامه؟ اتفضلي. انا عارفه ان انت مش طايق تبص في وشي، انا اسفه، وانا ببعت لك الفيديو ده دلوقتي عشان اقول لك اللي بيحب بيسامح. انا كنت اكلمك الساعه 12 بس حصل لي شويه ظروف كده هقول لك عليها. شايف الراجل اللي ورايا ده كان خاطفني وعايز يقتلني من شويه. والله كان عايز يقتلني يا سلامه. تنيلي ايه يا باشا يا باشا، انا ما كنتش هشيره، انا كنت هبعته له على الواتس. واتس؟ بصي بقى يا ماما، انت تغوري من هنا دلوقتي وتشوفي لك حل في المصيبه اللي انت حطانا كلنا فيها، فاهمه ولا مش فاهمه؟ غوري. موبايل خدي. شكرا. ما خلاص بقى يا جماعه، ما عرفنا انه حرام والمصحف ما بايدي. على وشي. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي. ياما ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت احتفل بعيد ميلادك لوحدنا عشان مش عايزه حد يشاركني فيك. مش عايزه حد يشاركك فيا ايه؟ ده انا سامع ناس تحت بتقول حرامي. ما انا قلت اول عيد ميلاد لازم اعمل لك حاجه كده، فكره مجنونه مطرقعه. ايه رايك يا حبيبي؟ انا من رايي انك تنزلي دلوقتي عشان مش هينفع اهلي يحسوا بحاجه. اهم حاسه. ايه الفضيحه دي يا ابني؟ احنا طول عمرنا ناس محترمه. فضايح ايه يا عمو؟ بس اتنين وبيحبوا بعض، وبعدين عايزني اقول لك يا عمو ولا يا بابا؟ بابا اتصرف بسلامه يا ابني. ايه يا حبيبتي، ابوس ايدك انزلي دلوقتي عشان خاطري مش هينفع. يعني ده اخر كلام عندك؟ اخر كلامي. طب هتبوسها. استغفر الله العظيم يا رب، هو انت مصره على السيئات ليه؟ ما تنزلي يا بنتي. طيب انا همشي، بس قبل ما تنام اوعى ما تنساش تكلمني. ها حاضر والنبي. حاضر. باي باي، احلى حاجه حصلت لي في الدنيا. باي باي. نهار اسود، راضينا بالهم والهم مش راضي بينا. خدي دي يا حبيبتي معاكي، هتحتاجيها وانت نازله. هات يا عم القرف، هات. باي باي يا بابا، باي باي يا ماما، باي باي ماما. بابا هنادي جت. هنادي الحمد لله كده على برضه يا السلامة. هنادي يا بنتي، تقلقين عليكي.
ما كان عندي حوارات في الشغل هي اللي اخرتني. هو انتوا ايه اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ يا حبيبتي طيب كنت كلمتينا في التليفون؟ ما انا قلت بلاش الشغل اللي ما بيجيش من وراه الا الهم ده. معلش يا عبده ما تزعلش نفسك، ادينا اطمنا عليها. وبمناسبة بقى ان احنا اطمنا على بنتنا حبيبتنا هروح اعمل لكم اكل. اصل عبده على لحم بطنه من المغرب. لو النبي تعالي نطلب اكل من بره، ده صبري بتاع الفطير لسه فاتح. وانا اللي عازمه. ايه؟ تعالي انت بتقولي ايه؟ انا سمعت غلط ولا انت قصدك ابوكي هو اللي يعزمني؟ والمصحف ما حد عازم غيري. ليه؟ انا اللي جابرني على الشغلانه السودا دي ان انا بصرف على عيلتي، اعمل ايه؟ قدري كده. شوفوا بقى هتطلبوا ايه؟ ولا اقول لكم؟ استنوا انا اللي هطلب. ثانيه واحده. الو، الاوردر على نفس الزفت. ايوه انا عاوزه 4 فطيره بالجمبري كبير و4 جبنه كبير، لا كله كومبو لارج كله، و4 بالعسل عشان نحلل، و4 بالتونه كبير. عايزه بيبسي. قلت كومبو. طيب تمام بس كده، مع السلامه. بس ده كتير قوي يا بنتي. مفيش حاجه تغلى عليكم. قول لي يا حاج، ايه نعم. ده دفعت الايجار؟ لا قلت مقبض يعني. طب من هنا ورايح فلوس الايجار انا اللي هدفعها، واي طلبات ليكوا انا المتكفله بيها. لو اتعوضكوا عن كل السنين اللي فاتت. يا حن ام، يا اعظم اب، يا اجمل اخت. صابرين. لا بلاش دي والنبي، بلاش دي. صابرين. ايه يا حبيبتي؟ فلوس الكتاب معايا جوه، هروح اجيبها واجيب لك حالا. خدوا كل حاجة اهي. خد يا صابرين، ادي فلوس الكتاب والباشا مراقبي نفسك. خد يا حاجة حجيجة فلوس الإيجار اهي كلها. خد اوعى، خد يلا. مش كنت عايز تطلعي عمرة؟ وحاجة كمان. خد ان شاء الله ما حد حوش. خدوا اتبسطوا، ولعوا الدنيا، ولعوا الدنيا. فلوس اتبسطوا، خدوا فلوسي اهي كلها. شوية شحاتين، خدوا شحاتين، خدوا الفلوس كلها، خدوا. الله يخرب بيوتكم. فلوسي. قد كده مش قادرة تصطبحي على صوت غير صوتي؟ انا ما نمتش من امبارح اصلا. ايه كنت بتفكري فيا؟ لا، بحلم بيك احلام بشعه منيله ب60 نيله. اقول لك على حاجه، يا رب اموت واخلص. لا بعد الشر. اي نعم الموت راحة، بس الكلام ده كان قبلك، انما بعدك انا مثبت في الدنيا. ومثبت ليه؟ ما تموت. ولا اقول لك بلاش لحسن تلاقيني بعملها وراك والنبي. ياه، ايه العشق ده كله ده؟ يا ترى بتحبيني كده من امتى؟ من يومين. يخرب بيتي، بجد؟ وحياة امك من يومين. امتى بقى يجي وقت الشغل؟ ده انا هموت واشوفك مش قادره. يا حبيبتي، يا ما نفسي اعبي من النجوم واديكي، وانا بعد كده اخدها في قلبي واخبيها عن عيون الناس. قرف ده. ما تقوليش تتكلمها. ايوه يا حبيبتي بكلمها. طب اقفل السكة في وشها بسرعة، خليها تلف حوالين نفسها كده وتدوخ عليك. ايه ده يعني؟ ده هيجيب نتيجة؟ جرب. قلبي. يا ابن المقرحه. البنت دي واقعة قوي. مش انا قلت لك خليها كده تدوخ وتلف حوالين نفسها؟ يلا يا حبيبي بسرعة، يلا بينا، انا عامله لك فطار احلى فطار في الدنيا. يلا يا احلى جان، يلا بينا. انا محتاره قوي يا صابرين، اعمل ايه بالفلوس دي كلها مع الفلوس اللي معايا؟ تفتكري اجيب عربيه ولا احطهم في البنك واعيش من ريحهم؟ يا ماما صدقيني الفلوس قيمتها بتقل. انا شايفه ان انت تخشي معايا في مشروع العياده، هتكسبي دهب. ولا ايه يا هنادي؟ سيبوا هنادي في حالها بدل ما اموت نفسي واحصركوا عليا. في ايه مالك يا بنتي بقى؟ مالي؟ وانت بقى يا حجيجه هتعمل ايه بالفلوس؟ انا ان شاء الله بعد ما ارجع من الحج نفسي اعمل حاجه اخش بيها الجنه. يعني هعمل دار ايتام. دار ايتام ايه؟ حرام عليكم. يا بنتي خلاص العمر عدى وما عادش فيه.
اعمل بقى لاخرتي. بس انت يعني مش حاسس يا بابا ان الفلوس مش هتكفي؟ تفتكر يا صابرين؟ تقريبا يا حاج. اقول لك على حاجه، ما تعمل زاويه. لا كتير برضه. اعمل كولدير ميه وحلو كده، والله حلو. اعمل كولدير، ابوس ايدك ابوس ايدك. بس انا كان نفسي في دار الايتام قوي. ليه بس كده يا ربي؟ الحل عندك يا رب. انا عندي الحل. هو انا شايله شايله ايه؟ قولي شايله جنيهات دهب، هروح اجيبها واجي لك حالا. ما انت كريم يا رب. الدهب كمان. يا جماعه انا عمري ما كنت اتخيل ان هديتي تعمل معانا كده في يوم من الايام. طبعا بنتي حبيبتي، انا قلت لكم انتوا ما صدقتونيش. ربنا يسعدها ويكرمها يا رب. خدوا. ادي يا حبيبتي. تحبوا تاخدوا من لحمي الحي، تحبوا تاخدوا كليتي. بعد الشر. بعد الشر يا حبيبتي. تعال يا بابا ليه؟ بتمشى في السبت عندي طب. ازيك يا سلام؟ ازيك يا بابا عامل ايه؟ رايح الشغل ولا ايه؟ يا معاك في الشغل مش كده؟ هي مين دي؟ بنت يا عم اللي انت مدوخها وراك، مش عايز اقول لك انا فخور بيك قد ايه. بنت زي القمر. بصراحة أنا عارف يا بابا، بس أنا ما بحبش أتكلم في الحاجات دي عشان العين وبتاع. انا عارف البنات الحلوه بتتنظر. اه. بس دي ما تنفعكش. إيه؟ ليه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. البت دي دماغها خربانه وبكحه. إيه يا بابا اللي أنت بتقوله ده؟ يا ابني يا حبيبي اسمع اللي بقول لك عليه، انا ابوك واقدم منك. انا ياما عطيت قبل امك وبعد امك، بس وحياه امك ما تجيب لها سيره. دي شكلها كده وراثه. هي إيه دي الوراثة؟ عشق البنات لينا يا ابني. وده من إيه يا بابا؟ الوسامه. يعني إيه وسامة يا بابا؟ تلاقي حلو كده تشغلش بالك بيه. طب يعني أنا أعمل إيه دلوقتي يا بابا؟ تنهي علاقتك بيها يا بابا أنا هي إزاي؟ أنا ما بدأتهاش أصلا. يا حبيبي. هيبقوا يومين ذكرى وعدوا. اسمع اللي بقول لك عليه. مش هقدر يا بابا، مش هقدر. هتقدر والله هتقدر، واسال مجرب ولا تسال طبيب. لان يا ابني لو انت عملت غير كده لا هتبقى ابني ولا اعرفك، ومش هحضر لك جوازه. ده يرضيك؟ ما يرضينيش يا بابا طبعا. شغل دماغك كده وافتكر ابوك وحبيبك. يلا شد حيلك. اقفلوا الموتور. سلامة ازيك؟ صباح الخير. صباح النور. محدش بيشوفك ليه؟ معلش والله مش ملاحق على المشاغل اللي ورايا وكده يا. ايه ده، معقولة نسيت اسمي؟ لا انا كده ازعل منك، انا هدى. افتكرتك، مش انت هدى اللي كنت واحنا صغيرين اقول لك تعالي نلعب يا هدى تفضلي تدبدبي في الارض وتمشي؟ ده انت قلبك اسود قوي يا سلامة، وبعدين احنا كنا اطفال بقى وعبط وكده. ما اقدرش انسى اللي جرحني يوم في حياتي. طب خلاص يا سيدي، حقك عليا. شوف عايزني اصالحك ازاي وانا مستعدة. الا قول لي صحيح، هي مين البنت الحلوة اللي نطت من الشباك امبارح وعملت قلق دي؟ دي واحدة كده بتطاردني، مسكينة يا حرام، لعنة الوسامة بقى. كنتش اعرف ان انت شقي قوي كده. ما انا ما بحبش اقول بقى عشان الموضوع ما ينتشرش وكده. انت عارفه انا اللي حواليا كتير، يعني عندك هنادي دي مثلا لو عرفت ان احنا واقفين كده هتموتك. للدرجة دي؟ طبعا، يعني هي كل اللي عملته امبارح ده اصلا عشان تقول لي بس كل سنه وانت طيب، وما قلت لهاش وانت طيب. ايه ده، انت عيد ميلادك النهارده؟ طب كل سنة وانت طيب. طب مش هنحتفل ولا ايه؟ نحتفل؟ انا وانتي؟ اه. نحتفل؟ امتى؟ اخلص الشغل ونحتفل على طول. خلاص اتفقنا، هستناك. انت اللي قلتي. اه. ماشي. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. باي باي. باي. النسوان جرالها ايه؟ يكونش ابويا عنده حق. يا مكترك في البحر يا سمك. ولا السر في البتاع دي ولا ايه؟ هنادي رايحه فين؟ داخله المستر بسام. لا بلاش والنبي، لحسن ده متعصب ومتنرفز من الصبح وعمال بيزعق وشكله عايز يكمل التهزيق والمرمطه اللي بداهم معاك امبارح بسبب الديل اللي حضرتك بوظتيه عليه. ولا لازمته تلقيح الكلام ده يا شيماء؟ مش قصدي والله. ولا قصدك. انا هخش اهندله بكلمتين كده وربنا يسهل. انا مش عارفه حظي هباب كده ليه. حظ؟ لا ما تتكلميش على الحظ خالص، انت بالذات على طول حظك بومب. بومب؟ الله اكبر الله اكبر يا شيخه، في ايه؟ ايه في ايه يعني؟ كل ده عشان قلت لك حظك بومب؟ بطلي تعيشي يعني في دور المحسوده على طول ده. طب وحياتك عندي انا على طول محس. كملي على طول. ايه؟ لا ولا حاجه. لا كملي، كنت هتقولي محسود. لا ما كنتش هقول. لا كنت هتقولي محسود. والله ما كنت هقول. والله كنت. بس بقى بس، هو انا ناقصه كمان البس في حسد؟ فطبعا ايه، وقلت له كده تاني برضه وضحك تاني برضه. دمه كان خفيف قوي زيك كده. انت ايه الاخبار؟ يا كلبه بيضحكك قوي مش كده؟ طب سيبيني اكملها الافيه. اوعي تقربي منه تاني لا اديكي بالشبشب. امشي يا بنت امشي. انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه؟
خايف على شعور حبيبه القلب؟ حبيبه قلبي وزفت ايه؟ انا بهزر معاها مش اكتر. لا الكلام ده لما يكون مرتبط بخنفسه يا حبيبي. انا ما بحبش الخنقه دي. خنقه؟ حب ليك بقى خنقه يا سلامه؟ وبتعملي تصرفات وحشه بتحرجني قدام اهلي. حلو، اشهدوا بقى يا جماعه، اشهدوا. البيه متضايق عشان طلعت له في نص الليل لحد اوضه النوم عشان ادي له هديته، مش ده اللي مضايقك؟ ده اللي مضايقني. واقول لك على حاجه بقى، انت خنقتيني ومحتاج اخد حريتي الشخصيه شويه. بقول لك تعالي نجرب ناس جديده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بابي كان عنده حق يوم قال لي البنت دي وشها مكشوف وهتعرنا. انا لازم اقطع علاقتي بيكي. تقطع علاقتك بيا انا؟ ده كل اللي انا عملته لك؟ طب سلامة اديني فرصه تانية وانا هصلح من نفسي. افهمي بقى، انا لا يمكن اعصى امر اهلي. عشان خاطري والنبي ما تسيبنيش، انت عارف ان انا بحبك يا اخي، بحبك. اوعي بقى، كفايه عسل بقى، بحبك جزعت بقى من العسل ده. بحبك والله. يا بنتي دوري على حد حلو شبهك. اوعي بقى. بحبك قوي يا سلامة. يا نهار اسود عليا على السنين السوداء، تتفرجوا على ايه؟ اطلعوا بره، اطلعي بره، يخرب بيوتكم بقى. ايه مالك يا هنادي، في ايه؟ بص انا خسرت كل حاجه ومش مستعد اخسرك انت كمان. لا ربنا ما يجيب خساره ابدا. اهدي بس، اقعدي واستريحي. اقعدي يا هنادي. تشربي ميه؟ مش عايزه اطفح. انا مش عايزاك تكون زعلان مني بعد اللي حصل امبارح. لا ربنا ما يجيب زعل. هو اكيد اللي حصل امبارح ده كان غلطه مش مقصوده منك. امال ايه بقى الزعيق والمرمطه اللي انا فيها دي؟ ما فيش غل فيك يا هنادي. الصراحه اللي عملتيه امبارح ده ما كانش صح ابدا. بس انا لما قعدت وخدت واديت مع نفسي قلت يا واد يا مستر بسام، اكيد هي بتعمل كده عشان الضغوطات اللي عندها في البيت ليل نهار، والخناقات اللي بين ابوها وبين اختها وبين امها، والبيت ولعان. مش كده؟ لا خدي بالك، الله يسترك والنبي ركزي. ما تردي عليا. ايه ارد اقول ايه؟ السبب في عدم التركيز اللي كنت فيه امبارح ده عشان خاطر الخناقات والضغوطات اللي عندك في البيت، مش كده ولا ايه؟ انا ما اعرفش، مش عارفه بجد. انا عايز اعرف الاسباب. يعني في سبب غير الخناقات اللي في البيت ليل نهار وان البيت ولعان ولا لا؟ لا مفيش. يعني هو ولعان ولا مش ولعان؟ ولعان يا سيدي، البيت ولعان والخناق ليل ونهار. اتهد بقى، ابوس ايدك. واضح ان انت اعصابك بايظه قوي يا هنادي. صح؟ قوي. انا عندي بقى اللي يهدي اعصابك. ايه؟ احنا عندنا ديل بيع اراضي في الصحراوي، هنكسب من وراه الماس، وانت عمولتك فيه مش هتقل عن 1,000,000 جنيه هنوده. ازاي؟ بصي، هي مجموعه اراضي زراعيه اتحولت لاراضي مباني. احنا بقى لازم نبيع بسرعه قبل حكم المحكمه ما يطلع. ليه؟ ممكن يرجعها زراعي ساعتها، وساعتها هيحكموا بصلح وتعويض لازم يدفعها صاحب الارض. فاحنا لازم نلحق نبيع بسرعه عشان ناخد عمولتنا وهوب نطير. بقى عايزنا نمشي في الشمال يا راجل يا شمال. ايه ده؟ انت بتقولي ايه؟ انا عمري ما مشيت في الشمال ولا ليا فيه ولا بسكت عليه. انا اسفه جدا. انا بس مش عارفه ان انا بقول ده، انا اعصابي تعبانه قوي. يا شيخ، انا قلت برضه يعني ايه الشرف اللي نزل عليكي مره واحده ده؟ انا اشرف منك يا واطي يا زباله، ولعلمك انا هقف لك في الموضوع ده والمصحف لاسجنك. سجنيني؟ ده انت اكتر واحده ماشيه شمال في الشركه. اخرس يا حرام يا نصاب. اطلعي بره. حاضر هطلع، بس مش قبل ما افضحك يا بسام. تفضحيني؟ اطلعي بره بدل بره. والمصحف لاسجنك يا بسام. اسمعوا، البله رسم علينا الشرف والعفه طلع حرامي وشغله كله شمال في شمال. عادي، وايه الجديد يعني؟ بجد والله. ايوه انا حرام يا هنادي، واحنا شركه شمال كلنا واحنا عصابه. يا طلعوا البت دي بره. انا لو وقعت مش هقع لوحدي يا بسام. ها؟ شوف. مش هقع لوحدي. بره. انا اوريك يا بسام، مش هقع لوحدي. قلت هاخدكم كلكم معايا. هو ولعان ولا مش ولعان؟ ولعان يا سيدي، البيت ولعان والخناق ليل ونهار. تلاقيهم دلوقتي ماسكين في شعور بعض، وانا ناقصه يا رب. تلاقي البيت مولع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنت حلال، يلا بقى تعالي لعبين انتي، احسن اختك تعبانه قوي مش على قد المستوى خالص. هو انتوا كويسين؟ يا حبيبتي، مالك؟ يعني ما اتخانقتوش، ما حصلش حاجه كده ولا كده، اي حاجه؟ ايه يا بنت الكلام اللي بتقوليه ده؟
تفهم من بقك. هو احنا برضه بتوع الكلام ده؟ انا زعلانه منك يا عبده، قلت لك تجيب لي حاجه وما جبتهاش. هتولع اهي. هو انا اقدر اتاخر عليك يا جميل؟ اديك اتاخرت. النهارده بقى كام في الشهر؟ صحيح، انا اسف. ازاي نسيت ان النهارده المولد وما جبتلكيش الحلاوه؟ ولا تزعلي مني يا قمريت انتي. ان شاء الله بعد العصر هنزل واجيب لك عروسه حلاوه قد كده. ولا يهمك يا عبده، يا روحي يا قلبي، مش مهم، تتعوض السنه الجايه. لو جت على قد كده يبقى حلو قوي. يا رب يا رب اشوفكم احلى عيله ودايما فرحانين مبسوطين، والبيت ده اهدى بيت في الدنيا. يا ساتر، البيت بيولع. اوعى، ما هو لازم يولع. يا نهار استنى يا بابا، استنى يا بابا. صينية البطاطس يا لهوي، المطبخ كله اتحرق، صينية البطاطس اتحرقت يا لهوي. ما يمكن لو عندك شويه عقل يا هانم ما كنت سبت الاكل على النار وقاعده ترغي في كلام فارغ. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ انت عمرك ما كلمت ماما كده. ايوه يا ستي، امك غبيه وكانت هتموتنا. بقول لك ايه يا راجل يا ناقص، يا ريتك انت اللي اتحرقت بدل صينية البطاطس. طب لمي نفسك يا سعاد، بدل ما اقوم ابهدلك واطلع عليك القديم مني. وريني يا اخويا. يا جماعه والنبي انتوا عمركم عملتوا في بعض كده. هتفضحونا. نفتحك الادب. ايوه هنفضحك يا عيلة الادب. انت بتضحكوني. ايوه والله العظيم انا بقول لك ايه، في 60 داهيه، ويلا خد امك معاكي كمان عشان مش عايز اشوف وشها. هي حصلت؟ طب طلعني يا عبده. الله، طلعني. طب خد. سيبوا ويدي مفترية. ويدي عالساعة. عليكي بقول. معلش يا حبيبي، وغلاوتك عندي لجوزك ستها. ايوه ماما، بس ستها دي هتبقى عجوزه جدا، ومش دي المشكله. المشكله ان انا بقالي 4 سنين بحبها، واول ما بقت في ايدي ضاعت مني. صدقني يا ابني هتتعبك بعد الجواز، هتعرف ان كلامي صح. دي واحده قادره ما حدش عارف يلمها، بقى انت يا محترم هتعرف تلمها. ايوه يا بابا، بس دي مجنونه جدا، ما تعرفش ممكن تعمل ايه. تعمل ايه وانا موجود يا ابني؟ ده انا سندك، انا ظهرك. الكلام ده تقوله بعد ما اموت. ايوه اهو اتكلم يا سلامه حبيبتك. بقول لك ايه انا مش جاي عشان اترجاك، انا عايزك تساعدني وتقف جنبي. هو يقدر يقول حاجه غير كده؟ ابوس ايدك يا سلام، ده انا بحبك والله العظيم. قوم يا سلام، عيب، ده انت في قصه حب بينك وبينها كبيره، عيب. قوم فز، يلا خش غير، عايزين ننزل لسه بقول له حاضر. طب ما ننزل كده. اخلص. اتفضلي يا هانم، بيتك في اي وقت يا فندم. عودي يا حبيبتي يا مرات ابني، تحبي يا حبيبتي اعمل لك حاجه كده تشربها تهدي اعصابك؟ حطي لسانك جوه بقك. حصل. صوتك ما يطلعش وانا قاعد. حاضر يا اخويا. انجز. شفت بقى المصايب اللي انا فيها؟ بص يا هنادي، انا ممكن اضحك عليك واقول لك ان انا فهمت، بس ده هيكون تحت تهديد الارهاب اللي انت عملته لي في البيت، انما انا والمصحف ما فاهم كلمه. لا ما هو انت لازم تصدق. مصدق بجد مصدق؟ طبعا. يا لهوي، انا مش قادر من التصديق يا جدعان. اللي بتقوليه بيحصل، ده شخصيتك قويه قوي. ده انت بتستظرف بقى. لا والله ما بستظرف، سيبيني اروح والنبي. ما فيش مروح غير لما تساعدني. حاضر هساعدك. سلامة، أنا كنت ماشية حياتي كلها بالكذب، أنت لو كنت جبت جهاز كشف الكذب كان انكشف عليا، كان انفجر. ده غير إن أنا خسرت كل حاجة، أهلي وشغلي وعيلتي وكل حياتي، حتى حبي ليك اللي هب عليا مرة واحدة ده كان نتيجة الكذب اللي أنا كدبته عشان قلت بحبك وبموت فيك فتحقق حقيقي. لا، ما هو مش عشان تخليني أصدق، هتدخلي عشقك ليا في الموضوع. حبنا بعيد عن أي حاجة حبيبتي. بعيدا عن اللي انت قلته انا مش فاهمه اي حاجه، اصل بعيد عنك انا كدبت كدبه وقلت ان انا ماليش في تشغيل الدماغ ده، ومن ساعتها هنا في طبق كبده بالسلطه. انا مش عارفه اعمل اي حاجه عشان خاطري ساعدني. انا والله عايز اساعدك، بس اصلا كلامك مش منطقي. طب انا هثبت لك دلوقتي حالا. ازاي؟ مش احنا دلوقتي طلبنا عصير مانجا؟ انا هخليه برتقال. نعم. هكدب كدبه دلوقتي. اسكت يا سلامه، مش انا طلبت عصير برتقال من شويه؟ لا بس انا سامعك بودني وانت بتقولي للراجل مانجا. برتقاني يا فندم؟ اوعى تكون بتكذب. لا والله يا فندم. شفت بقى انا ما بحورش عليك. انا عايزك تساعدني يا سلامه، بالذات من الراجل اللي واقف بيراقبني هناك ده. وده مين ده كمان؟ اوعى تكوني بتكذبي.
هنعمل ايه؟ ايه اللي هنعمل ايه؟ انت معاكي راجل، انا ما بتخافيش من حاجه، هيحصل لك اسوأ من انك مرتبطه بيا. هو في ايه يا روش؟ فيها حماده، مالك يا بابا؟ هنقضيها عين سحريه ولا ايه؟ لا قلبك جامد قوي يا حبيبي. سلامة. هلا اركب انا حافظة اللقطة. يلا حبيبي يلا. ايوه ثانية واحدة. تعالى اركب. طب احب اركب قدام. بوز يا حبيبي. كويس يا حبيبتي. يبقى كلنا نقف سطر واحد وننفس في نفس واحد عشان الكل يبقى مرضي. مرضي يا عم شناوي. مرضي يا عم هنداوي. مرضي. انتوا تؤمروا، بس سيبوني بس اعمر مسدسي ونتوكل على الله ونبدأ كلنا. 1 2 3. ستوب. في ايه يا رجاله؟ من امتى بتعملوا حاجه من غير ما ترجعوا لي؟ طب ما احنا المره اللي فاتت رجعنا لك ومشيتها، ولولا ان احنا كنا مراقبينهم كان زمانهم لا مؤاخذه حبسوا الراجل بتاعك، هي والواد اللي معاها. واد مين؟ الواد ده هاتوه. انا الواد اللي معاه. مين اللي بيسأل يا باشا؟ صحيح الكلام ده يا حلوه؟ والله العظيم هو ما عملش اي حاجة. والله ما عملش اي حاجه. اقتلها هي. خلاص انت وهو كده يا رجاله. الحق ظهر، حقكم كله عندي، واي حاجه ترضيكم رقبتي سداده. نتشاور. طب ايه هنعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا زيك. زي ايه بس؟ بقول لك ايه؟ ما تفقعيهم كدبه كده تنقذنا من الموقف ده. طب استنى هكتب. ونعد من الاول. 1 2. استنوا. طبعا انتوا عايزين تخلصوا مني عشان تدرمخوا على النصبايه اللي انتوا نصبتوها على الراجل الغلبان ده، مش كده؟ تكونش انتوا اللي لعبتوا عليا لعبه عقارات المنشيه وضربتوني في ظهري؟ ايوه يا ولاد وحت امك. والله العظيم انا كنت سايباه هنا، انا مش عارفه راح فين. اختفى باين. اكيد اختفى بطريقه سحريه. والله العظيم انا كنت سايباه. مش وقته، في تسيب واضح وهنعرف مين السبب فيه. المهم دلوقتي ان انا عايز المديونيه بتاعت شركه البرعي. الراجل قاعد عندي جوه في المكتب ومش عارف اتكلم معاه في اي شغل. اكسري الزفت ده. انا لقيت المفتاح معايا. انا اسفه، اصل انا اخدت المفتاح وهي مش موجوده، كنت بجيب صور شيكات متاخره من الدرج ونسيت ارجعه تاني. يلا خدي افتحي. يلا بقى افتحي. ايوه اهو. انا اسفه جدا. مفيش مشكله، انت تقدري تمشي دلوقتي، بس لما ترجعي بالسلامه انا محتاج اقعد معاكي انت وغدير. اما بقى بالنسبه لحضرتك فانت مش من حقك انك تفتحي الدرج بتاعها وتاخدي منه اي حاجه وهي مش موجوده. عهدتك انت دي ولا عهدتها هي؟ ما تكررش تاني. انا اسفه، ما تزعليش. خلاص يا انسه ناديه، عشان خاطري ما حصلش حاجه، والله ما حصل حاجه يا ستي. انا عمري ما قصرت في شغلي، يعني انا مش فاهمه ليه بيحصل لي كل ده عشان بس فكرت ان انا اساعد زميلتي. لا، مين قال كده؟ انت ما قصرتيش ولا حاجه، انت زي الفل والله. انت يعني انت زي الفل. مين قال ان انت غلطتي؟ بالعكس دي مش غلطتك والله. انت بس يعني الصبح كنت خدي بالك وتسلمي المفتاح للاستاذ حازم او الاستاذه غدير. هي غدير دي بقى ما تجيبليش سيرتها لو سمحت. طيب يعني انا بس عايز اقول لك ان يعني الكلام اللي هيدور ما بيننا ده يعني اعتبريه مش تحقيق رسمي، هو مجرد بس كلمتين كده هندردشهم عشان دي مذكره هطلعها للاستاذ حازم، هيبص فيها يعرف بس اللي حصل ده ليه وازاي وخلاص على كده. يعني انا دلوقتي هسالك سؤال بسيط كده. س، ما هو سبب احتفاظك بمفتاح زميلتك؟ جيم علشان كنت متصوره هشوفها الصبح وهدولها. شفتي؟ بس كده. طب هو انت ممكن توضح الموضوع بالبساطه دي كده لمستر حازم، عشان بس مش عايزاه يبقى واخد على خاطره مني. يعني اوضح لمستر حازم ليه؟ يعني انا شايف ان احنا بلاش نرغي في الموضوع ده اكتر من كده، يعني الموضوع خلصان خلاص، ما تشغليش بالك. لا، ما هو هيفضل زعلان مني برضه. ليه يعني وانت قتلتي قتيل؟ طب تفتكر ممكن يكون مستر حازم
زعقلي يعني كده قدام الناس كده وكده عشان يلم الموضوع. مستر حازم؟ لا هو يعني اللي بيلم الموضوع انا اللي بلم الموضوع مش هو يعني لو على مستر حازم يعني كان زمانه عمال لك لف نظر. فعلا؟ فعلا ونص. ده مستر حازم وانا عارف. هو تلاقيه طبعا دلوقتي مش طايقك ولا طايق سيرتك، بس انا طبعا ربنا قدرني قعدت الم في الموضوع لحد ما بقت كده. الموضوع بسيط جدا. كتر خيرك يا محمود. اجيب لك ليموناده؟ لا مش عايزه. اقعدي بقى خلاص. انا اصلا مش عارفه انا ايه اللي جابني. انا كنت عايزه اقعد مع نفسي في البيت كده، اقعد اكلم نفسي، مش عايزه اكلم حد. واديك يا ستي اتزنيتي عليا وجيت لك خلاص وشفتك، سيبيني امشي بقى. خلاص بقى يا بطاطس بقى، خلاص بقى ايه بقى، اتمرمطتي واتهزقتي. هزقت جامد. انت ما تغيريش؟ لا بغير خلاص. انت خليتيني انسى والله. البت غدير دي حاجه خنيقه قوي. يا رب ينقلوها ولا ينقلوني انا. لا ايه ينقلوك انت؟ لا طبعا بعد الشر، وانت احسن منها 100 مره. ده غير ان انا محتاجاك عشان موضوع حازم ده. يعني انا في الاول كنت متضايقه ان هو مش واخد باله مني، دلوقتي ما شاء الله ما بقاش طايقني خالص. تقدمنا. لا بس اقول لك على حاجه، هيشوفك والله العظيم وهيحس بيكي وهيحبك. ايه ده؟ ازاي بقى؟ ايه؟ اسمعي مني. هكس بكس بقى وكده؟ اسمعي مني. لا والنبي قولي لي ازاي. هقول لك، سيبيني افكر. صباح الفل. خير، ما صحتنيش ليه تقولي الكلام اللي انت عايزه تقوله لي؟ صباح الخير. لا ما انا لقيتك نايمه لحد الظهر فقلت خلاص اسيبك، وبعد كده افتكرت النهارده السبت قلت ما فيش داعي ان انا ازعجك. طب ما انت كلمتيني وصحتيني برضه. خير، اوعي تقولي لي عريس والله العظيم همشي. عريس ايه؟ زهقتيني اصلا، مش هتكلم في الموضوع ده. بصي انا سمعت الكلام اللي دار بينك وبين ناديه امبارح بالليل. يا لهوي، بتتصنطي عليا يا ماما؟ احنا في المحل. انت اللي بتصنطي. غصبا عني بقول لك. بعدين مش عاجبني خالص اللي انت بتعمليه ده. انت اي حاجه بعملها مش عاجباكي. وبعدين ايه بقى بالظبط اللي هو مش عاجبك؟ يعني البنت اللي انت خليتيها مسخره في البنك دي، يعني دي ولا اخلاقك ولا تربيتك تخليكي تاذي حد بالطريقه دي. انا يا ماما كان لازم اخد حقي بصراحه. البنت دي مستقصداني من اول يوم. يعني مثلا موضوع الشنون ده ما كانش اول حاجه، عملت حاجات كتير قوي. يعني مره مثلا وانا كنت بشتغل على الكمبيوتر راحت فصلته لي قبل ما اسيف شغلي، ومره تانية قدام عميل قالت له بقول لك ايه دي ما بتفهمش حاجه سيبك منها. يعني انا ما بعملش كده عشان انا شريره يا ماما. في حد يبقى عنده عقل يروح يعمل سحر في البنك في المكان اللي هو شغال فيه؟ ما انا ما كنتش عارفه ان هي شايفاني. اهو يا فالحه شافتك وحطتك في دماغها ومش هتطلعك منها. طب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ طب بصي تعالي اقعدي هنا، انا حكيت لك كام قصه اصلا عشان تتعلمي منها. هنقعد على الثلاجه؟ ايوه على الثلاجه. اتفضلي قولي. اسمعي جايز تتعلمي حاجه. ايه؟ انا لما كنت في اعدادي مش من زمان قوي يعني، كان ليا واحده صاحبتي الروح بالروح، كانت عزيزه عليا قوي. في يوم من الايام المدرس سمعنا عمالين بنرغي، راح مهزقنا ومبهدلنا وسط التلاميذ كلهم. ايوه زيك كده بالظبط، عامل زيك. زي ايه؟ اسمعي جايز تستفيدي. ماشي قولي. انا روحت طبعا متضايقه، بس قلت مش مشكله خلاص. انما صاحبتي دي روحت واتقهرت وقلبها اتكسر. حلفت ساعتها والله العظيم 3 ان انا واخده حقها، وقررت اعمل له سحر. عملت ايه بقى؟ عملتي ايه؟ خليته يمشي بظهره اليوم كله من اول اليوم لحد اخره. بقت المدرسه كلها بتتريق عليه، الراجل ما استحملش، جات له ازمه قلبيه ودخل المستشفى. ساعتها حلفت ان انا عمري ما هعمل السحر تاني. عارفه ليه؟ ليه؟ علشان السحر ده ممكن يأذي. فهماني؟ ايوه فهمت. طب والحل ايه؟ طب اعمل ايه؟ اطلبي نقلك لفرع تاني. لا طب وناديه دي صاحبتي الوحيده، اعمل ايه من غيرها؟ انا مش عارفه اتاقلم يعني مع الناس قوي بصراحه. هتتأقلمي، هي مسألة وقت زي ما بتروحي أي مكان جديد. وبعدين البنت دي شافتك وانت بتسحري لها، يعني لو فضلتي في المكان هيبقى صداع ووجع دماغ وممكن تتأذي. بكرامتك أحسن امشي. ماشي هشوف حاضر. طب اديني واحد ايس كريم من اللي تحتك. اعمل ايه؟ ايس كريم من تحتك وانا هشوف الموضوع. ايس كريم؟ امشي يا بنت من هنا والله العظيم ما فيش فايدة اهو. امشي من هنا، امشي من هنا. انت مش فاهمه بقى انا مبسوطه ازاي ان انت رجعتي تاني. البنك من غيرك كان يخنق. لا انا عايزاك تتعودي على كده بقى. ايه ده؟ ليه بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه، انا مخنوقه من الشغل قوي يا ناديه. ايه ده؟ مخنوقه قوي، انا ما نمتش طول الليل. ليه كده؟ اقول لك على حاجه بصراحه ايه بقى؟ هخش دلوقتي هطلب طلب نقل، اترفض هستقيل. ايه يا بنتي الجنان ده؟ اللي بقوله لك. واحنا مش متفقين بالليل على كل حاجه خلاص؟ ايه جاي تغيري كلامك دلوقتي ليه؟ انا حاسه ان انا مش مرتاحه، مخنوقه من اللي اسمها غدير دي، مخنوقه يا ناديه، حسي بيا بقى. لا قولي الحقيقه بقى، انت مش مخنوقه من غدير، انت مخنوقه من زني عشان كل شويه زن بقى واقول لك ساعديني. انت مجنونه؟ لا طبعا مش منك، انت عبيطه. طب بصي خليكي، وانا اقسم بالله بجد مش هقول لك تاني اعملي حاجه ولا ساعديني ولا اي حاجه، مش هطلب منك اي مساعده خالص. بقول لك ايه، انا وعدتك وهنفذ وعدي وهساعدك، يعني هساعدك. خلاص انت اختي يا ناديه، عيب عليكي. بجد هتساعديني؟ يبقى خلاص بقى نكنسل الموضوع بقى، امشي واستقيل. لا هنشوف الموضوع ده، هنشوف الموضوع ده. هنكنسل الموضوع. تتنقلي ايه يا شيرين؟ بس مش هينفع.
ما اي شغل جديد في بدايته بيبقى فيه شويه صعوبات، بس مع الوقت الصعوبات دي بتبقى جزء من شغلك. وبعدين انت لو رحتي اي فرع تاني او تالت او رابع هتقابلي نفس المشاكل دي. مش الحل ان احنا نسيبها ونمشي. ولو على الشغل يا ستي احنا هنا مقدرينك جدا ومبسوطين منك. انا مش موافق يا شيرين بصراحه. هو انا لما جيت الشغل هنا كنت مبسوطه وطيرانه من الفرح ان ابقى جزء من التيم ده، بس يعني لو وجودي هيسبب مشاكل انا مش عايزه اضايق حد بصراحه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مش مطلوب منك الناس تحبك، انت مطلوب منك شغل. ولو على الشغل تاني بقولك ان احنا مقدرينك ومبسوطين منك جدا. وبعدين بقى يا ستي كلام بيني وبينك مش للنشر يعني. الناس اللي انت متضايقه منهم ومضايقينك دول من هنا مش اسلك حاجه. يعني كويس انك لسه واقفه على رجلك، احمدي ربنا. كفايه بقى افكار سلبيه وقومي يلا شوفي شغلك عشان انا مستني منك حاجات كتير قوي. يعني اروح اشتغل خلاص؟ يعني اقعد على المكتب وكأن مفيش حاجه حصلت؟ ولا لا؟ لا هاتي الملف ده. لا خلاص هاتي انا همضي لك على طلب النقل ده. انت لازم تمشي، انت مكانك مش هنا. انت ما صدقت ولا ايه يا مستر حازم؟ خلاص طب يلا قومي. امشي؟ قومي بقى. شكرا قوي يا مستر حازم. تحت امرك. هكمل بقى. غدير قالت لك كده يا احمد؟ ايوه يا استاذ حازم، هو ده اللي حصل. كده مبقاش في حد في البنك ما بيشتكيش منها. ماشي، متشكر جدا يا احمد. اتفضل. مستر حازم. ايه يا ناديه؟ انا كنت عاوزه اتكلم مع حضرتك في حاجه كده على السريع. خير يا رب، بس ما يكونش بخصوص غدير برضو. لا هو فعلا بخصوص غدير. من الاخر كده يا ناديه، غدير بتضايق شيرين صح؟ اصل انت عارف حضرتك يعني شيرين لسه جديده في الشغل، غدير ساعات بتحب تفرض سيطره يعني وكده. يعني بتضايقها؟ فعلا بتضايقها. ماشي، انا هعرف اتصرف معاها. بقى انا اللي ما طلبتش اتنقل وحبيبك عايز يرميني في فرع الشروق، وطبعا انت عارفه ليه. هو انا هعرف منين؟ عموما بيقولوا فرع الشروق شيك وحلو قوي، هتتبسطي في القعده هناك ان شاء الله. مش هرتاح لما افضح صاحبتك المخاويه، ولعلمك هي واكله بعقل حازم حلاوه بالشعوذه بتاعتها دي. وعلى فكره هو مرشحها في كشوفات الترقيات بتاعه السنه الجايه. وانت بقى عرفتي منين كل ده؟ ده انت بقى اللي مخاويه مش هي. انا مفيش ورقه في الفرع ده بتطلع الا وانا عارفاها. وعلى فكره اسمك مش في الكشوفات دي. ربنا يهديكي يا حبيبتي، ربنا يهديكي. تيجي ناكل بطاطا؟ لا مش حاسه. سخنه مولعه نار كده. لا ماليش نفسي. لا طب ايس كريم ولا ايس كريم. لا ايه يا ناديه، هو انت مالك مبوظه كده ليه؟ هو انت فعلا طلبتي النقل من حازم؟ بس هو اقنعني ان انا اقعد يعني، وهقعد خلاص الموضوع اتقفل. انت بتسالي ليه؟ اصل هو بلغ غدير ان احتمال ينقلها فرع الشروق لما يفتحوه. احلفي بجد بس انا حاسه ان هو عمل كده مخصوص علشانك. انا دايما بقول المدير الحنين ده بيبقى رزق. لا هو حنين قوي فعلا. انت قصدك ايه؟ مش عارفه بقى، شوف انت. بطلي هبل. وبعدين خلاص انا هبتدي اعمل اللي نفسك فيه. فعلا؟ والله العظيم. نشوف. هتشوفي بنتي، انت معاكي ساحره. في جواب مش ناقصه من ايد حضرتك. دي اسماء العملاء المتعسرين. يا عم اخلص بقى، انا نفسي هفان اضرب شويه طعميه سخنين وشويه طماطم مخللين كده في عيش بلدي. ياه، ايه ده شغل فاخر قوي بقى، شويه طعميه سخنين، طماطم مخلله، عيش طازه، ده لو حضرتك ما فطرتش يعني. الصداع هيفرتك دماغي. شايفاك مصدع طول اليوم. شايفاني مصدع؟ شايفاه، ودي بتتشاف ازاي دي؟ بس برافو. اجيب لها ايه بقى في عيد الام؟ انا كل سنه بتزنق نفس الزنقه. مستر حازم، النهارده عيد الام، ففي واحده صاحبتي جابت لي شويه هدايا زياده كده، حضرتك جبت هديه لعيد الام؟ لا ده كتير اخدهم؟ لا تاخدي ايه؟ ده انت بتقري افكاري. انت وقعتي لي من السما. راجعها مره تانية وابعتهم لي، اوكي؟ هو مفيش فطار النهارده ولا ايه؟ عيب عليك، موجوده على المكتب وسخنه وطازه زي الفل. انا كنت عايش من غيرك ازاي؟ ازاي؟ اعملي حسابك هنتغدى بره مع بعض النهارده. سهله يا بنتي زي ما علمتها لك.
يا غدير، ايوه فين اللي طلبته منك؟ والله يا مستر حازم انا خلصت كله وسيفته على فلاشه كمان، بس ما اعرفش راح فين، مش لاقيه والله. ده مش شغل بقى، ده هزار. طب ممكن من فضلك اديني فرصه بس، هطلع الشغل كله من على السيستم وهطبعه واجيبه لك لحد عندك، نص ساعه بس. نص ساعة ايه؟ نص ساعة ايه؟ الراجل هيبقى هنا كمان 10 دقايق، وطلب التسهيلات ده عندك على الاقل بقاله اسبوع، وطلبت منك ان كل الايميلز اللي تجيلك من الاداره فيها الموافقات تطبعيها وتبعتيها لي، وانت ما بتعمليش حاجه، مركزه بس في النم والكلام على الناس وخلاص. الشغل ده كله يروح لشيرين تحت امرك دلوقتي. اتفضلي. ما تشغليش بالك، احنا برضو جايين هنا نشتغل مش جايين ننام. انا متشكر قوي يا شيرين، مبسوط منك جدا. ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ ايوه بعيط. ولا انتوا فاكرين نفسكم بس انتوا اللي بني ادمين وبتحسوا، وانا ما بحسش؟ مش انتوا بتقولوا عليا كده؟ طب بس خلاص ما تعيطيش، وعلى فكره مفيش حد بيقول عليكي كده. لا بتقولوا عليا عقربه من ظهري وانا عارفه. لا هو عقربه دي أنا اول مره اسمعها الحقيقه. بس انا بسمع عليكي حاجات تانية اكتر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجنان ده؟ ضحك وعياط في نفس اليوم؟ لا لا، ده انا هنده البنك كله يجي يتفرج عليكي بقى. تريق محدش حاسس بيا خالص. طب انا ويا ستي حاسه بيكي. مين بقى اللي قدر يعمل فيكي كده؟ مستر حازم فرج عليا البنك كله وشمت فيا صاحبتك. فعلا؟ يبقى انت اكيد عملتي حاجه غلط. انا ما عملتش حاجه، صاحبتك اللي عملت. على فكره شيرين طيبه وغلبانه جدا. على فكره بقى هي اللي بقت على الحجر ومش شايف غيرها عشان هي مجتهده. انت عايزه تجننيني؟ دي سحرانه يا بنتي. الكلام ده في دماغك انت بس، مفيش الكلام ده. السحر ده ايه؟ ايوه وقعتي بلسانك اهو، واعترفي ان هي بقى ساحره ومخاويه، انت عارفه كده كويس. عارفه ايه واعترف بايه؟ الكلام ده في دماغك انت بس. هي بنت شاطره ومجتهده، انت بس مش طايقاها من اول يوم، وده حالك مع اي حد. انت متخيله ان الناس كلها اعدائك وهياخدوا مكانك، ودي مش حقيقه. وبليز ما تتكلميش عن صاحبتي كمان كده، لان دي صاحبتي قبل ما تكون زميلتك. يا ده انا اقدم حتى، يعني حتى ما يصحش. انت ليه بتعاملي انا كاني طفله بصراحه؟ انت طفله اصلا، هو انت يعني مش عمرك شيرين. ايوه بقول لكم ايه، انا عربيتي هتخلص في التوكيل كمان ساعه. تيجوا نروح نتغدى؟ لا مش هينفع، انا لازم نمشي عشان انا ماما مستنياني هتغدى وكده. لا مش هينفع. احنا يا جماعه مش هنتاخر، ده المكان قريب من هنا جدا. انا تمام. انت تمام؟ يبقى انا تمام. احنا اصلا تمام. طب اتفضلوا. يلا اتفضلوا. طب بص، احنا هنروح الحمام وهنجيلك على طول. احنا لا خش انت، انا تمام مش عايزه. خليني معايا، هنروح احنا ثواني وجايين. يلا. اطلب لنا بقى انت حاجه على ذوقك، حاجه حلوه. ثانية واحدة، ايه بقى؟ ايه مش هنخش الحمام؟ حمام ايه؟ اتحرق الحمام دلوقتي بقى. انا دلوقتي راجل عمال يقول لنا تعالوا غديكوا بره وبيستلطف وبتاع، وانت اصل ماما ونيني نيني نيني نيني، وانا اغمز لك بقى علشان تخلعي وتفهمي، وانت ما فيش، الاي كيو بتاعك واقع وقفلي زي الصنم. هو انت بتغمزي لي عشان امشي؟ لا بغمز لك بعكسك. هو انتوا عاملين الفيلم ده كله عشان تجيبوا لي محرم؟ الحمد لله على سلامة الاي كيو. يا حبيبتي، ده بعد اذنك يعني. طيب ربنا يسهل لي كده. هيسهل لي ازاي؟ هيسهل لي ازاي وانت قاعده لي زي الباراشوت كده؟ مش هيسهل لي كده. بصي احنا هنخرج دلوقتي، نقول له اي حاجه كده يعني، وانت تخلعي فيها بقى. لا بلاش، انت بتبان عليكي كده، سيبيني انا. انت ما يبانش عليكي خالص، سيبيني اسبقها مع نفسي كده وهتشوفي. وريني ابداعك، اتفضلي. ايه يا مستر حازم، طلبت لنا حاجه؟ لا انا مستنيكم نطلب مع بعض كلنا. ماشي نطلب مع بعض. تطلبي اكل ولا ايه؟ عشان ما يبانش، استني اصبري شويه وبقى امشي. بصوا يا جماعه، هم عندهم هنا الباستا هايله. تاكلي باستا؟ اكل. لا ما ينفعش تاكل باستا، دي عندها القولون يتنفخ من الباستا، ما تستحملش. لا بلاش. في كمان هنا بيتزا حلوه قوي. مارجريتا. البيتزا معجنات، ما هو كله معجنات زي بعض برضه، ينفخ لها القولون. ايه يا بنتي انت ناسيه بتقعدي بالليل تبهدلينا؟ خلاص بلاش عجينه خالص.
ستيك بقى، ناكل ستيك. ستيك ماشي انا يا جماعه موافقة. ستيك لحمه بره البيت، لحمه ده تطلع إيه؟ لحمه كلاب ولا لحمه حمير ما نضمنش. لا 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 لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ايه بقى؟ افتكرت حاجه. انا لازم امشي عشان ماما كانت طالبه مني شويه حاجات كده، فلازم اقوم يعني. طب احنا كده كده مش هنتاخر، ناكل بسرعه ونمشي. لا ما ينفعش، اصلا قلت لها هعدي عليك على طول بعد الشغل، فمش هينفع معلش. ستي تاجل شويه يعني، انا بقول لك ساعه بالكتير. لا لا يتاجل ايه؟ مامتها ست صعبه جدا، ما ينفعش تاجل خالص، ده لو اتاجلت تبهدلها. يلا حبيبتي روحي الحقيقه انت بقى بسرعه. يلا ماشي انا همشي بقى. يلا يا حبيبتي. اوكي ولو في اي حاجه، لو يعني مفيش حاجه يلا. احنا كده كده قاعدين، لو قاعدين. خلصتي بقي تعالي ممكن نشرب حاجه مع بعض. ماشي انا لو ماشي. جيت هبقى اكلمك يعني انا. اوكي ماشي؟ اوكي يا حبيبتي. اتبسطوا بقى انتوا وكلوا يعني فرفشوا بقى مع بعض. ماشي يا حبيبتي. ايه هتمشي ليه بس؟ قلت لي بقى الستيك هنا اخباره ايه؟ هتاكلي لحمه بره؟ عادي، انا شخصيا باكل اي حاجه، لحم كلاب، لحم حمير، لحم معيز، اي حاجه تمام يعني. ايوه يا تيتا. ايه يا حبيبتي؟ مش هتعدي عليا النهارده ولا ايه؟ لا انا مروحه، اخيرا سبت حازم مع ناديه. بس بقول لك ايه، وانا ماشيه سمعت حاجه غريبه قوي في دماغه، وبعدين انا ما فهمتش هو كان قصده ايه. انا هموت وارجع اعرف هو كان عايز ايه. طب ما ترجعي عشان تفهمي. ما انا خايفه ارجع ابقى باراشوت، وبعدين انا خايفه قوي على ناديه من اللي سمعته. طب قولي لي سمعتي ايه؟ بقول لك ايه، انا هرجع واكلمك تاني احكي لك اللي حصل. طيب ماشي، باي باي. الاكل هنا فعلا طعمه حلو قوي. شفتي مش قلت لك؟ ده كمان عندهم هنا ديزرتس تحفه. كمان حلويات، انا بقى مش قادره اقول لك بقى، انا في الحلويات دي ممكن اكل منها طن مثلا، وتلاقيني بقى بهايبر بقى كده، وبتقلب معايا بانرجي رهيبه رهيبه. طن؟ والله انت عليكي اكسبريشنز مسخره. وليه اكسبريشنز؟ انا اصلا مسخره. يخرب بيت فقرك، انت كنت فين يا بنتي من زمان؟ كارثه. بجد رجعت الحمد لله. يخرب بيتك قمر. انا رجعت. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك؟ هو انت مش المفروض روحتي لمامتك وكان عندك حاجات ولا ايه؟ لا ما خلاص يعني، هي اتصرفت وقلت اجي اقعد معاكم شويه. طب كويس، عشان الاقي حد اروح معايا بقى. بالظبط. اشربي ايه يا شيرين؟ اي حاجه حلوه. والله انت اللي حلوه. لو سمحت ممكن واحد كابتشينو بعد اذنك؟ تمام. حاجه تاني؟ تحبي تاكلي حاجه؟ لا لا انا شبعت خلاص، مش عايزه حاجه شكرا. ميرسي جدا. تمام يا فندم شكرا. طب ايه يا ناديه بقى، مامتك مش عايزاكي في اي مشوار؟ شيرين، هي مامتك فعلا هي اللي شايله موضوع السوبر ماركت ده لوحدها؟ هي اللي شايلاه لوحدها. ليه؟ حاجه غريبه جدا. اصلها يعني بيتهيألي انها شيله تقيله، مفيش حد بيساعدها؟ لا اصل ماما يعني شخصيتها قويه قوي، بتعرف تتعامل مع كل اللي حواليها، وبعدين هو مش حاجه كبيره قوي، هو حاجه صغيره كده على قدنا يعني. والله خليتيني عندي فضول اني اقابلها. اشمعنى؟ ست ناجحه وقويه شايله مشروع لوحدها، وبعدين بنتها اهي زي الفل وشاطره. اكيد الواحد يحب يقابل الناس اللي زي كده. عندك حق. اوعدك يوم يعني بعد الشغل ابقى اوديك تتعرف عليها ان شاء الله. هو قال لك كده فعلا يا ناديه؟ يعني هو قال لك كنت فين من زمان وكده؟ قال لي كده، وانا هكذب عليكي يعني ولا ايه؟ لا ما قلتش بتكذبي، انا مستغربه بس. بقول لك ايه، هو انت ايه اللي رجعك الكافيه تاني يا شيرين؟ مفيش، اصل انا سمعت حاجه في دماغه يعني وانا ماشيه، فقلت ارجع اتاكد منها. سمعتي ايه بقى؟ لا جاوبيني، عشان انا من ساعتها وانا هتجنن. يا ناديه مفيش حد يسال انك تتجنني عشانه. شيرين انت مش عايزه تساعديني. كل ده ومش عايزه اساعدك؟ انا خليتك تقري افكاره وخليته يقرب منك، واللي انت عايزه تفهميني كده ان هو انبهر بيكي فجاه. لا طبعا كل ده بسبب سحر يا ناديه. حلو قوي، يعني انت صاحبه الفضل وصاحبه السعاده. كملي جميلك بقى وخليه يقول لي ان هو بيحبني بالمره ونخلص. ما ينفعش اجبره ويقول لك انا بحبك يا ناديه، خليه يفهمك وتفهميه. مش ممكن لو فهمك ما يحبكيش يا ناديه. ما يحبنيش؟ امال يحب مين؟ ايه فاكراني هبله مش واخده بالي؟ ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ انا فعلا ايوه هبله. وبعدين ما تتكلميش معايا تاني خالص لحد ما تعقلي كده وتعرفي انت بتقولي ايه. يبقى غدير كان عندها حق.
غدير، انا بعتلك 3 عمليات، ممكن تمشيهم لي؟ اه حاضر، بس اديني بس ربع ساعه عشان ناديه مستنياني، هنفطر مع بعض. تيجي معانا؟ لا بالهنا والشفا انتوا. ايه يا ناديه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اول مره عميل يشتكي منك، ومش بس عميل واحد، ده اكتر من عميل في نفس اليوم. ده مندوب عميل مستفز جدا، عايز الدنيا كلها تخلص على مزاجه وبسرعه، انا مش فاهمه ايه ده. طيب بغض النظر، يعني من امتى بنرد على العملاء ومندوبينهم بالطريقه دي؟ يعني وبعد كده حتى كمان طريقتك معايا في الكلام فيها عصبيه برضو. في ايه؟ والله انا مش عارفه في ايه، انا الدنيا عندي بس ملعبكه شويه. طب يعني لو في حاجه اقدر اساعدك بيها، يعني انا تحت امرك. كتر خيرك يا محمود، ربنا يخليك، انا تمام يعني. هحاول افصل مشاكلي الشخصيه عن الشغل وهبقى تمام. تمام يعني الا يعني لو في حاجه شخصيه في البنك هنا يعني. في البنك؟ لا. في البنك ايه يا محمود؟ مشاكل شخصيه يعني، مشاكل عندي في الاسره في البيت يعني، حاجات كده، ما تقلقش انا تمام. بعد شويه هرجع تاني ابقى ناديه الطبيعيه، مفيش حاجه يعني. طب اوكي. طب ثانيه واحده. تعالي اتفضلي. اتفضل ايه؟ خديني على قد عادي بس، تعالي اتفضلي يعني؟ اتفضلي هنا في الكنبه، اتفضلي. خلينا نبقى فريندلي كده مع بعض يعني، بعيد عن المكتب يعني وكده. نادية أنا يعني كنت حابب إن أنا أسمعك. يعني البني آدم مننا بيبقى محتاج إن هو يتكلم ويفضفض ويطلع اللي جواه. صدقيني هترتاحي. ربنا يخليك يا محمود، انا بس يعني مش عايزه ازعجك بمشاكلي يعني. أنا يا ستي حابب أسمع مشاكلك. طب أقول لك على حاجة، اعتبريني يا ستي الدكتور النفساني بتاعك، إيه رأيك؟ ها؟ وما وريش أي حد غيرك. كل ما تتضايقي تيجي تشرفينا على الكنبه الحلوه دي وتقعدي تفضفضي وتتكلمي براحتك مع الدكتور محمود، ومش هاخد منك كشف يا ستي. محمود معلش، انا محتاجه اروح مكتبي هرتاح اكتر. وميرسي، ربنا يخليك يا جميل. جميل. الو يا حازم، الاخبار؟ بقولك حازم لو فاضي يعني، ايه رايك نتكلم بالليل كده؟ كنت محتاج رايك في موضوع مهم. انا قررت اتجوز. شيرين. نعم. انتي مروحه لوحدك ولا مستنيه حد؟ لا انا مروحه، بس عندي مشوار كده الاول هعمله وهروح. لازم بقى نقله بسطرمه جامده ولا حاجه؟ نقله بسطرمه. في حاجه؟ عموما لو تحبي نوصلك، احنا رايحين ناكل، تيجي معانا؟ لا انا طريقي غير طريقكم خلاص. والله يا شيرين، وكبرتي وبقيتي بتعرفي تردي. كبرت. شفتي؟ عموما على كيفك، انتي اصلا مش محتاجه تاخدي مواصلات، انتي تركبي المقشه وتطيري. احسن عشان تبقي تسمعي كلامي. تيتا انا باجي هنا عشان ارتاح، انت بتحرقي دمي ليه دلوقتي؟ لا يا حبيبتي، تيتا والله بتحرقي دمي. والله ما قصدي، انا عايزاكي تبقي في احسن حال، بس انتي غاويه تحطي نفسك في حاجات غريبه كده. وايه الغريب يعني ان انا اشتغل في بنك؟ على فكره مليون الف حد يتمنى يكون مكاني. مليون الف حد عادي، مش حد عنده قدرات خاصه، بس انتي. انا ايه بقى؟ على فكره انا نفسي اكون بنت طبيعيه، يعني اتعامل زي بقيه الناس. بنت انتي بتحبي الواد ده؟ لا، وحتى يعني لو هو بيحبني انا ما ينفعش اعمل كده. ناديه بتحبه قوي، وناديه دي صاحبتي. اصيله يا شيري. عموما انتي صغيره لسه، ما تستعجليش. خلاص سيبيني امخمخ كده وافكر، وان شاء الله هلاقي لك. يا مساء السكر على احلى شوكولاتايه في العالم. هي ايه الحكايه بقى؟ فهميني. بقول لك ايه يا بنت انتي، فكي الراجل، ما يصحش كده. وبعدين افرضي حد دخل علينا دلوقتي شاف المنظر ده. لا كده كتير، كده اوفر، انا تعبت خلاص. لا لا لا. كنا بنقول ايه يا مراد؟ ايوه يا ابني، بكلمك من الصبح ما بتردش ليه؟
يا ابني مالكش دعوه بجوازي ازاي اذا كان دي واحده انت ليك دلال عليها. طب يا عم هقول لك يا معلم، بس بص قبل ما اقول لك يا يمين انا بس عايزك تجس النبض الاول، بحيث لو رفضت ما يبقاش يعني شكل وحش وابقى عارف اتعامل معاها. يا عم قول لها اي حاجه، قول لها يا عم ان انا ابن خالتك. والله برافو عليك يا شيرين، الله ينور. كل بس المطلوب منك انك تتابع مع المدير المالي بتاعهم، بينسى. لا اكيد طبعا، عن اذنك. لا استني عشان عايزك. ايه؟ موضوع المذاكره انا اصلا خلصت ايوه انا يا ماما ثواني، عايزك. الموضوع ملوش علاقه بالشغل، دي حاجه شخصيه، حاجه بخصوص ناديه. بصفتك يعني اعز صديقه ليها فمش هلاقي حد احسن منك اتكلم معاه. هي ناديه يعني طيبه جدا وجدعه قوي واخلاق وكده، يعني مفيش حد احسن منها. انا عارف، بس انا بصراحه خايف انها تفهمني غلط. ما هو على حسب الموضوع، يعني هو ايه الموضوع؟ بصي، انا ابن خالتي عايش في دبي وبيدور على عروسه، عايز بنت تكون كويسه وشاطره في شغلها ومؤدبه وبنت ناس وجميله، وانا بصراحه شايف ان ناديه فيها كل المواصفات دي. ايه رايك؟ بص هو انا رايي يعني الحب والجواز مش بيجي بالطريقه دي، بس لو هو شبهك كده قصدي يعني لو نفس الباكج بتاعتك كده هي ممكن توافق. ايه رايك نتقابل بكره في الكافيه يعني عشان نرتب الموضوع ده؟ يا ريت. ناديه دي طيبه جدا. لا هي طيبه واخلاق وتربيه وكله، بس هي يعني لسعه شويه. هي لسعه فعلا. هو مين فينا مش لسع يا مستر حازم؟ كلنا لسعين والله. حتى انت؟ ده انا ألسع منهم كلهم. جرايه يا مستر. انت مش شايف؟ انت مجنونه. لا والله لا، ده انا مبسوطه والله عشان هنرتب للموضوع. ماشي. انت هنا مقضيها شغل وسايبه حبيبتك مع مستر حازم مقضينها اخر ضحك وفرفشه؟ انت عرفتي منين؟ يا بنتي انا مفيش هفوه في الفرع ده بتعدي عليا، صوت الضحك واصل لي. هو يعني الضحك عيب؟ ما تلاقيهم بيضحكوا في اي حاجه في الشغل عادي يعني. عادي ايه يا بنتي؟ انت هتفضلي عبيطه كده لحد ما تلهفوا منك. لا صعب. لا صعب ولا حاجه، مش عيب تتاكدي. طب اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. هاتي الكرسي وتعالي.